مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد شويه من نوعه، فيديو غير الفيديوهات اللي فاتت. طبعا عم هاني كان هو بطل الفيديوهات اللي فاتت. النهارده معانا دكتوره سميه. دكتوره سميه هي حد من الكلاينت اللي عندنا في الفرازه. بنعمل كده كامبين ان احنا بناخد الفيدباك والكومنتس بتاعت الناس. فكانت دكتوره سميه بصراحه من اكتر الناس اللي كانت على طول بتبعت لي ملاحظاتها وعلى طول عندها كومنتس على الحاجه. فجربنا معاها وهي بصراحة بمنتهى الصدر الرحب. قبلت الدعوة ما رفضتهاش. دلوقتي مع الدكتورة سمية هنديها المايك، هتقول كل اللي هي عايزاه بمنتهى الشفافية. آه، ونسمع رأيها ايه في عبد الرزق. ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك. حقيقي الفكرة كفكرة من الأول من البداية هايلة 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 بجد. مجموعة شباب حلوين زي الفل منهم الأستاذ محمود، عاملين فكرة حلوة قوي، وبيحاربوا الغلاء وبيحاربوا كل حاجة وبيساعدوا ستات البيت وأول الحد اللي نازل يشتري الخضار والفاكهة بيوفروها له بأسعار معقولة جدا. مش هقول أرخص الأسعار لأن أرخص هتروح بنفسك تجيب من العبور ومحدش فاضي لينا مننا يروح يجيبها من العبور. تمام. فهم بيجيبوها من العبور وبيوفروها لنا وبيجيبوها لحد البيت. طبعا كل حاجة في أولها بتبقى فيها شوية مشاكل وشوية حاجات. هم بيحاولوا جاهدين بجد، وأولهم أستاذ محمود بيظبطوا كل المشاكل، وهم محتاجين مننا ان احنا دايما نديهم الملاحظات بتاعتنا ونقول لهم كده حصل كذا واحد اتنين تلاتة، عشان احنا نساعدهم ان هم يقوموا ويقفوا جامد ويبقوا آه، زي ما هم عايزين يبقوا حد كبير او شركة مسؤولة كبيرة. فهم محتاجين ملاحظاتنا. انا حصل لي يعني اول مرة كان شيء كويس. اول اوردر ما كانش فيه مشاكل كتير او مشاكل عادية، مثلا حاجة ناقصة حاجة جت بدل حاجة واتحلت برضو. تاني اوردر كان فيه شوية حاجات كده، وانا تواصلت مع الواتساب مع الادمن بتاع الواتساب، وعلى اساس ان انا احاول ان انا اوصل له وجهة نظري. فطبعا انا يعني لحد وقت معين كان ماشي معايا كويس، وبعدين آه، ما عرفش يكمل معايا. فرحت بالصدفة كان معايا نمرة الأستاذ محمود. آه، خدتها مرة كان بيكلمني يقول لي احنا بره، فأنا عرفت ان هو صاحب الشركة. فرحت احتفظت بيها ورحت مكلمها قلت له حصل يعني انا مصرة ان انا اوصل له ان في مشكلة او في حاجة غلط. وصلتها له بصراحة. الراجل رحب جدا ان في حد بيتابع معاه وبيقول له المشاكل. مشكورا حلها جامد جدا واعتذر ووصلني الحاجة اللي كانت ريبليس لحاجة وكده. هو ما بيبخلش بمجهوده، وما بيبخلش وما بيتضايقش من اي كومنت او ملاحظات توصل له. وهو عارف كويس قوي كبشر وبني ادم مصري ان كل حاجة في الدنيا ومصر كلها والدنيا كلها عندها مشاكل. هو مش بينكر، بس بجد بجد بيحاول وبيساعد جامد جدا، وهو ذوق قوي جنتل قوي والتجربة ميرسي هايلة. جدا. لا بجد حقيقي حقيقي والله. وشاب مجتهد جدا وفكرته هايلة جدا. وزودوا طبعا هم تنظيف الخضار وتنظيف الفاكهة ومؤخرا فصصوا لنا الرمان، يعني اخر دلع والله العظيم. ربنا يخليك. والرمان بتاعهم على فكرة هايل يعني. اشتروا الرمان على مسؤوليتي، الرمان بتاعهم تحفة تحفة بالواحدة بجد، منفلوطي حقيقي. بس كل حاجة كويسة والله يا محمود. تمام. آه، احنا طبعا شكرا جدا لرأي حضرتك. يا جماعة، اي حد جرب على الفرازة او اي حد عايز يجرب ويقول الفيدباك بتاعه ممكن يعمل كومنت على الفيديو ده يقول لنا انا عايز اجرب واقول رأيي. اي حد جرب قبل كده، عشان لو حد مثلا عنده اي نيجاتيف بوينت احنا ما عرفناش نحلها او ما وصلناش لحل ليها، ممكن يبعت لنا واحنا نحاول نحل تاني. احنا زي ما قلنا قبل كده وهنفضل نقول على الفرازة هي لايف ستايل، هي سيرفيس احنا عاوزين نطبقها في حياتنا بصفة عامة. فاتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. اتمنى ان في ناس تانية تحاول تجرب على الفرازة ونفضل دايما على نفس المستوى. شكرا يا دكتور، العفو. ومعلش عملنا لك ازعاج. لا خالص. مع السلامة يا جماعة. شرفتوني.